حياكم الله اخوان. خرجت للتو من محكمة النشر والإعلام في المثنى الساعة 1 الظهر. هسه درجة الحرارة 48 تصمت صمت، بس تحملت ورحت. ليش؟ لأن قمت دعوة على كم شخصية تجاوزوا علي علنا بمنشورات وتعليقات ما نلبس عليها ثوب. واحد من عندها ما عندك غيرة، ما عندك شرف، عرضك هيك من عنده، لعبوا بي لعب وكأنما أني عضو مجلس نواب عندي حصانة وعندي سيارات مصفحة وحماية وراتبي 12 مليون، وكأنما أني محافظ، وكأنما أنا سلطة قضائية، وكأنما أني رئيس هيئة نزاهة. يتعاملون وياي بهذه الطريقة. أنت فاسد، أنت ليش ما تطلع الملفات، أنت ليش ما تروح لهيئة النزاهة تطلع الملفات، أنت ليش ما تحاسب، أنت ليش ما تحكم. ما تقول أنا صحفي معرض حياتي وحياة عائلتي للخطر بدون أي مقابل. فقط هذا اللي جاي استقبله من كم نموذج، مع احتراماتي للناس الشريفة، الناس الداعمة لحيدر الحمداني، لكن اكو كم نموذج حقيقة يسحق بالبطن من يوصل الموضوع للشرف والعرض، لا هنا خط أحمر. وهاي رسالة للجميع. شو وقت ما صرت مسؤول وأخطأت في عملي ومسؤولياتي ذيك الساعة انتقد، هم مو تطعن بالشرف. لكن أنا حاليا صحفي لا أملك سوى هذا الموبايل وهذا النيك مايك ب 25,000 دينار، وما أملك غير صفحاتي اللي يوميا سادي لهم صفحة. فحيدر الحمداني وسيلة لنقل صوت الناس، وسيلة لفضح المقصرين بالأدلة. مو حيدر الحمداني مسؤول وتتعاملون معه بهذه اللغة الغير محترمة. أنا ما عندي شرف، أنا ما عندي غيرة. القانون هو الفيصل مع كل شخص يتجاوز أو ينتقد حيدر الحمداني. واكو هواي ناس تجاوزوا عليه، شافوا شنو صار وياهم بالقانون. مستمرين لخدمتكم بما نستطيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.